بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. بيجي لي شخص يقول لي معقول أنا أصلي، معقول أنا أتناول بعد اللي أنا عملته، أنا إنسان خاطئ لي ضعفاتي، فمش هينفع أجي ربنا بالشكل اللي أنا فيه ده. أنا عايز أتصلح الأول وأبقى كويس وبعدين أصلي. مش هقدر أقابل ربنا كده وأرفع إيديا باسمه أصلي له بالحالة الروحية اللي أنا فيها دي. أنا محتاج أنضف شوية وبعد كده أروح لربنا، وكأن ربنا محتاج عشان يقبلنا أن إحنا ننضف الأول، مع إنه في الإنجيل قال من يقبل إلي لا أخرجه خارجا، وما حط لها الشروط. تعالى أنا اللي هنضفك وأنا اللي هلمعك وأنا اللي هخليك حلو وجميل. وشفنا في الكتاب المقدس أن ربنا أخذ شخصيات كتيرة قوي من عمق الخطية، كل اللي قدموه انسحاق القلب فقط. وجميل قوي في الصلاة اللي بنصليها في كل يوم في المزمور 50 لما داود النبي بيقول له نيابة عننا كلنا، وإحنا بنقول معاه نفس الكلام: القلب المنسحق والمنكسر لا يرذل الله. يقول الذبيح على الله روح منسحق. فربنا بيكفيه ان انا جاي ندمان وجاي تايب وعايز معونة. ربنا هو الشخص كإنسان روحي أقدر قدامه أقول له أنا عاجز، أعترف بضعفي، أقول إن أنا مستأمن وضعي، إن أنا تعبان، وهخرج من هذا اللقاء أشعر بالقبول. أنا نفسي هبتدي أقبل نفسي بعد المقابلة مع ربنا والصلاة. لما هتكلم عن عجزي وضعفي واحتياجي أنا بكون رافض نفسي أساسا ومش قابلها، ومتوقع أن ربنا أكيد زي رافضني وأكيد زي الناس رافضني. لكن أنا لما هدخل بروحانية في هذا اللقاء الشخصي مع الله أقول له أنا عملت غلط، أنا بخرج وأنا شاعر بالقبول وشاعر بالاحتواء وشاعر بالتغيير. أنا هستند على يد الله في هذه المقابلة، هتنازل عن أن أنا أغير نفسي وأسلم التغيير لله، لكن مش هتنازل عن أن أنا أروح لله. إحنا عندنا مناطق عجز، أنا عاجز عن تغيير حياتي، لكن أنا مش عاجز عن أن أروح أصلي، مش عاجز عن أن أنا أطلب، مش عاجز عن أن أنا أعترف بذنبي وضعفي. وداود النبي بيقول في المزمور: قلت أعترف للرب بخطيتي. أنا مش هكتم اسمي ولا أكتم ذنبي، أنا يا دوب اللي هقدر أعمله يا رب أن أنا أعترف أيوة أنا أخطيت. أنا مش عاجز عن ده، مش عاجز عن رحلة إن أتجه بقلبي ومشاعري وفكري ناحية الله أقول له يا رب صلحني. فكون إني عاجز عن التغيير يعني إن أنا ما أروحش لربنا؟ لا، ربنا لا يعجز عن تغييري. فأنا هعمل اللي أقدر عليه، اللي في حدود قدرتي كإنسان، وأتقبل الحتة بتاعت العجز بتاعت إن أنا مش عارف أتغير. الله عنده القدرة إن هو يغيرني، دي مش قدرة بشر ولا قدرتي أنا الشخصية. لما التقي بالله بتشرب الحب بتاعه وبحب نفسي. لكن لو أنا عايز أعمل شكل خارجي عشان أنا ألبس قشرة برانية زي ما عمل آدم، ما أنا مش ينفع أقابلك يا رب بالخزي اللي أنا فيه. فأنا هعمل أوراق تين جميلة تخلي شكلي يبدو جميل في عينك. يا آدم أنا مش محتاج أوراق تين عشان أشوفك جميل، أنا عيني شايفة احتياجك وشايفة وجعك وشايفة سقطتك وشايفة موتك وفنائك، وهنزل وأموت وأخلصك، وانا اللي هلبسك توب المسيح والبسك شكل المسيح شكلي، واعمل اقمصه من جلد ذبيحه، يعني هعمل لك صليب وهدي لك حياتي واشوفك من خلال حياتي انا، حياه الابن تنطبع عليك وهتبقى جميل قوي في عيني من خلال دم ابن الله ربنا يسوع المسيح، اللي انت هتلبس الانسان الجديد الفاخر. لكن الشكل اللي هتعمله من بره عشان يعجب ربنا، ربنا نفسه مش محتاج الماسكات دي والقشره المزيفه اللي انت تعملها. تعمل شويه اشكال بره، عبادات وطقوس واشكال، بس تعجب ربنا. ربنا هيديلك نعمه انك تلتقي بيه شخصيا، وعبادتك تبقى عباده روحيه مش عباده مظهريه او عباده شكليه. ربنا يقبلنا ويمنحنا هذه النعمه ان نكون احنا موجودين في أحضانه ومقبولين أمامه. له كل المجد والكرامة في كنيسته من الآن وإلى أبد الآبدين وإلى دهر الداهرين آمين.